شوف، كان حصل ماتش الزمالك والبنك الاهلي وحصل كلام كتير على التحكيم، فالناس كلهم المحللين قالوا اراء. فتوجهت الى لجنه التحكيم علشان اعرف رايها في قرارات الكابتن محمد عادل في هذه المباراه، لان بعد كل مباراه بتعمل تقرير يعني، وبعد كل جوله بتعمل تحليل للحكام، يعني بكره في جلسه للحكام كلهم بيحللوا الحالات بتاعتهم. ماشي. فكان الرد عليا ان الكابتن محمد عادل في هذه المباراه عنده 3 اخطاء، وتم التغاضي عن الخطا الرابع. الخطا الاولاني هو عدم احتساب ركله الجزاء لحسين عبد المجيد، لحسام عبد المجيد، حسام عبد المجيد في الدقيقه 7. ده نمره 1. نمره 2، كره محمد عواد هي فاول لمحمد عواد وانذار على مهاجم البنك واحتسبت ركله جزاء. ياه. يعني بقول لك ده يعني فاول لصالح عواد. ده التقرير بتاعهم، احتسبت ركله جزاء. تمام. نمرة 3، في ركلة جزاء أخرى احتسبت اللي هي بتاعة ناصر منسي وسيد نيمار اللي جت في الإيد، ودي هنتكلم عليها كتير برضو. هذه احتسبت ركلة جزاء بالخطأ، يعني الكابتن محمد عادل ما كانش ينفع يحتسب. يبقى ضربة جزاء المفروض كانت تتحسب ما اتحسبتش للزمالك. تمام. وضربة جزاء للزمالك اتحسبت المفروض ما كانتش تتحسب. بالظبط. وضربة جزاء للبنك الأهلي على الزمالك المفروض ما كانتش تتحسب. بالظبط كده، كانت لعواد. وفي بتاعه بنتاج اللي هي اتحسبت للبنك الاهلي، قال لك احنا مشيناها تتحسب وما تتحسبش، بس احنا طلعناها من ايه، ما نكترش الاخطاء يعني. تمام. انا بنقل لك صوره مش مع ولا ضد اي حد والله، بنقل لك بالظبط، ودي حقائق يعني عشان الموضوع هيكبر دلوقتي. طيب، الموضوع بدا انه كان هناك خلافا داخل لجنه التحكيم على من سيدير هذه المباراه. وكان الخلاف على انه الكابتن محمد عادل ما لعبش منذ فتره. كابتن محمد عادل عنده مشكله في مباراه الزمالك والبنك الاهلي السنه اللي فاتت. كابتن محمد عادل لم يحضر المعسكر الخاص بالحكام بسبب انشغاله بشغله الخاص. ماشي. او الشغل بتاعه يعني. فكان هناك وجهه نظر ان اللي حكم هذه المباراه واحد من الحكام اللي اداروا مباريات السوبر في الامارات، وكان تم تحديد الكابتن محمود ناجي. ماشي. تمام. انا بقول لك اسماء اهو. فتم الاختلاف والخلاف واستقالات، وده مشي وده قعد بسبب هذه الاشياء الى ان تم تعيين الكابتن محمد عادل. طيب، ده كله عظيم. استوقفني شيء وانا بسال على التفريغ الصوتي لهذه المباراه بين حكم الملعب وحكم الفيديو. ماشي. قلت لهم انا حابب لو ينفع ان انا اعرف يعني، والحمد لله عرفنا من بعض الناس المعنيين بالامر ما تم. واللي استوقفني ركله الجزاء اللي تم احتسابها لنادي الزمالك بتاعه ناصر منسي. انه الكابتن محمد سلامه اللي هو الحكم الفيديو استدعى الكابتن محمد عادل، قال له انت عارف اللقطه طبعا اللي هي الكره، قال له تعالى علشان خاطر انت احتسبت فاول، في قبلها شك عندي ان هي لمست الايد فممكن تبقى ضربه جزاء، تعالى راجعها. راح الكابتن محمد عادل على الفار علشان خاطر يراجع هذه الحاله. فانا بحكي لك الكلام ده علشان خاطر هم لو ناويين يطلعوا التسجيل، فبقول لك اللي حصل نصا. قال له الله يخرب بيتك يا ميدو، اللي هي دلع محمد سلامه. الله يخرب بيتك، الحاله صعبه. وبعدين هي جايه من الارض لايديه، فهي غير متعمده ووضع اليد مبرر. ده كلام مين؟ كابتن محمد عادل اللي احتسبها ركله جزاء. بيكلم ميدو كابتن محمد سلامه. قال له الله يخرب بيتك، الكره جايه من الارض للايد فهي غير متعمده ووضع الايد مبرر. قال له طب عيد لي بقى، وهو فضل يراجع. قال له شكرا، نزل حسب ضربه جزاء. راجع نفسه هو فضل يراجع. هو كان حاسب اصلا فاول، فشاف حاجه في الفار خليته ياخد قرار بقى عكس الكلام اللي هو قاله. هو قال ايه؟ هو قال كلام وفي الاخر نزل حسب ضربه جزاء، بس الكلام اللي قاله يقول ان هي مش ضربه جزاء. ماشي. فموقف لجنه التحكيم بعد ما سمعت هذا الامر قالت لك في موضوع ان انا هوقفه، بس هنا مش موضوع ايقاف بس لسبب بسيط. لانه هو شرح القانون وهو بيتكلم في التفريغ الصوتي، شرح القانون. فهنا العقوبه هتبقى على درايه مش على غير درايه. لما انا ابقى عارف وبشرح، لا، لازم الموضوع يوصل تحقيق، لانه تم التاثير على نتيجه المباراه. اوكي. فاذا ما قاله الكابتن محمد عادل بكره هيتم تحليله قدامهم، وهيتم احاله الامر للتحقيق من اجل اتخاذ قرار في هذا الامر. مشكله كبيره دي بقى. لا، الموضوع كبير. والتفريغ موجود لو عايزين يطلعوه. هيطلعوا التفريغ؟ ما طلعوهوش وعايزين مثلا ينفوا ولا حاجه، طلعوا عنه. تعمل ايه؟ اطلعه عنه. هطلعه. انت عارف انا بحب ايه؟ هحترم المصادر، بس ايه؟ لاقصى درجات يعني ايه ضبط النفس. لكن لما وليه ضبط؟ احنا مش داخلين خناقه. لا، وعشان هم اليومين دول مش مريحيني. ليه؟ مش مريحيني اليومين دول.
بس كل الكلام اللي انت قلته ده على ايه؟ على مسؤوليتك. على مسؤوليتك انت. مسؤوليتك مسؤوليتك ماشي. مسؤوليتك انت حبيبي. ماشي. هو الكلام اتقال في برنامج مين؟ لا ملوش علاقه بالكلام اتقال في برنامج مين، ولا علاقه بان انت صحفي كبير مسؤول، ها، محدش مملك الكلمتين فهتطلع تتحمل مسؤوليته. صح يا ابو علي ولا انا غلط؟ لا كلامك انت عداك صح يا ابو الشو ولا انا غلط؟ عداك العيب. اكيد. ها؟ فاكر لما مسؤول كبير اتصل بيا قال لي ايه اللي قاله الكابتن ابراهيم النهارده؟ قلت له قال ايه؟ انا كنت انا اللي قال الخبر برضه معلومات. أيوة. قلت له قال ايه؟ قال لي قال كذا كذا. قلت له لا ما يصحش طبعا. طب خليني بقى ارجع له وارجع له. اعتقد ان الموضوع ده هيعمل مشكله كبيره، هيعمل مشكله كبيره اذا كان ماشي في نفس السياق اللي انت بتقوله ده. وعلى اخر السنه مش هنلاقي حكام لو فضلوا مع كل انت حكم. خد بالك هتربط، يعني هتربط ده بالاحداث اللي حاصله كلها مع بدايه الموسم. انا والله تمنياتي انه الموسم يبقى يعني موسم كوره، زهقنا عايزين نتكلم. الموضوع بدأ بدري بس.